إمبراطورية كانت في يوم من الأيام بتهز عروش ملوك وبترعب قادة جيوش. إمبراطورية استمرت أكتر من 600 سنة، رسمت خريطة العالم بسيوف من نار، بس في لحظات الحال بيشقلب والأدوار بتتغير والقوي بيبقى ضعيف. الدولة العثمانية كانت بتضعف تدريجيا وتكالب عليها الأوروبيين، لكن ده ما كانش سبب السقوط. سقوط العثمانيين بدأ لما الضرب بدأ يجي من جوه الدولة، لما القريب خان، وتفاجئ العثمانيين ان القريب ده هو اللي سكنته وغرزت في قلبهم. في الفيديو ده هنتعرف على 5 خيانات قسمت ظهر الدولة العثمانية، خيانات من قلب الدولة، خيانات فتحت الطريق لسقوط آخر خلافة إسلامية في التاريخ. في الفيديو ده هنفتح الدفاتر ونكشف الأسرار. لو أول مرة تشوفني، أنا أحمد صبحي، ودي قصة جديدة من كتاب التاريخ. تابع للنهاية واعمل لايك وسبسكرايب، ولو هتعمل شاي اعمل لي معاك. المؤرخ الفرنسي الشهير ألفونس دي لامارتين قال إن الدولة العثمانية كانت جدارا عظيما، لما انهارت موازين القوى كلها. وأما اللورد بالمارستون رئيس وزراء بريطانيا قال إن الدولة العثمانية لم تعد قوة تهدد أحدا، بل أصبحت تركة تتنافس عليها القوى العظيمة. وده يودينا لمقولة قيصر روسيا نيكولا الأول سنة 1853 لما وصف الدولة العثمانية في أحد مراسلاته مع زعيم أوروبي بمقولة The sick man of Europe، أو رجل أوروبا الضعيف. الجملة دي اتقالت بعد 5 سنين من وفاة محمد علي باشا، واللي بيعتبر الوالي الوحيد اللي قدر يأسس حكم منفصل عن الدولة العثمانية، وعشان كده هو رقم 1 في قائمة النهاردة. محمد علي، الطموح اللي كسر ظهر الخلافة. محمد علي ما كانش مجرد والي تابع، محمد علي كان ملك مستقل، وبقى بيتعامل مع السلطان العثماني بندية، وده ما كانش شيء معتاد. يعني على مدار التاريخ ظهر أمراء استقلوا بحكمهم عن الدولة الأموية وعن الدولة العباسية، زي أحمد بن طولون لما استقل بمصر عن الدولة العباسية، وزي البطل صلاح الدين الأيوبي لما أسس الدولة الأيوبية واستقل بيها عن الدولة العباسية، لكنه كان مستمر في تبعيته للدولة العباسية. محمد علي بقى كان مختلف جملة وتفصيلا عن كل اللي سبقوه، يعني هو الوحيد اللي حارب الدولة العثمانية سياسيا وعسكريا، لدرجة إن جيشه وصل لحدود الأستانة مقر الدولة العثمانية، وحاربهم وهزمهم في معركتين، وده بيعتبر تمرد، بل انه نوع من الاهانة. اللي عمله محمد علي ده كان ليه تأثير كبير على الدولة العثمانية. اولا تمرده على الدولة العثمانية وهزيمته ليها في معركة كونيا ومعركة نزيب اتسبب في كسر هيبة الدولة العثمانية قدام دول وملوك اوروبا. ثانيا سيطر على سوريا والحجاز بعد معارك مع الدولة